بص بقى، انا عايزك تركز معايا في الفيديو ده. ليه؟ لان اللي انا بوريهولك دلوقتي في معرض ايكما 2025 هينزل في مصر كمان شهر او شهر ونص بالكتير. النهارده احنا معانا مين؟ معانا موتوسيكل جديد، والشباب الحلو اهو معانا النهارده موتوسيكل نازل من شركه كيوي. كيوي احنا عارفين ان هي بقى لها فتره كبيره جدا بصراحه عامله شغل جامد جدا 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 في مصر بصراحه ربنا، وانتوا اللي هتشهدوا ان الكواليتي بتاعت شركه كيوي محترمه جدا. فالنهارده هم بيطرحوا موديل جديد وهينزل في مصر قريب جدا كمان شهر، وهو التي 125 سي سي. ممكن ينزل عندنا بموتور اقوى شويه 200 سي سي. دوس لاف ولايك ويلا بينا نبدا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى هنصور يلا بينا على الموتوسيكل التي التريلا من شركه كيوي. النهارده احنا في صرحهم العميق الكبير اللي كله مفاجآت. النهارده الموتوسيكل ده خليني اوريك حاجه كده من على طرف المعلقه. بص الشاشه ايفون 16 اهو. خليني اقول لك ان الموديل ده نازل بشويه سبيكس. هي مش هتنزل في مصر زي تبريد الميه وزي الفرامل الاي بي اس، ولكن هو هينزل نفس الديزاين بالظبط بنفس المساعدين المقلوبه، جنود 19 زنود 17، فرامل امامي وخلفي على ديسك بريك. الموتور هيبقى تبريد هواء، واحتمال ينزلوا النسخه اللي هتنزل هتبقى تبريد زيت. الموتوسيكل نازل فكره التريل، لسه مش عارفين هينزل 150 ولا 200 سي سي، ولكن هو هينزل نفس الشكل بنفس الديزاين. قولوا لي ايه رايكم؟ شبه كي تي ام قوي صح؟ طبعا كاوتش. في الحاجات برضو اللي قالوا لي عليها ان الجنود مش هتنزل سلك، لان هم عارفين ان مصر ما بتحبش الجنود السلك، وفعلا دي حقيقه. اكتر الموتوسيكلات اللي ناجحه في مصر في التريلات بيحبوا الجنود الالومنيوم. ايه رايكم في الموتوسيكل؟ بصوا المنظر. مبدئيا هو شكله احلى بكتير من الفيلكس، عشان بس ما ندخلش في مقارنات. خلاص، هو نازل لفئه اقتصاديه، يعني انت النهارده لو هتيجي تقارنه هو ولا الفيلكس هقول لك ده. هما الاثنين نفس الشركه، كيوي جروب وبنيلي نفس المجموعه. فالنهارده انا اركب موتوسيكل زي ده بالشكل اللي قدامي ده، لا انا ضن بالنسبه لي. تعالى نتكلم على السبيكس، نقول لكم شويه السبيكس بتاعته. مبدئيا كده هو واحد سلندر 4 ستروك، بيطلع 14 حصان، 6 نقلات، والكاوتش بتاعه 90 90 19 110 90 17، ومساحه التانك بتاعته 12 لتر. بصوا هي قاعده حجمها ازاي عليه، لا كويس بالنسبه للحجم. انا مش عارف ده راجل ولا بنت والله، بس يعني بالنسبه للحجم لا محترم قوي. شايفين الحجم بتاعه؟ اسمه ايه؟ اسمه تي 125 اكس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب عشان تعرف كل جديد قبل ما ينزل في السوق المصري. سلام.